اذا عواشة مبروكه. الله يبارك فيك علينا وعليك وعلى جميع المسلمين وعلى جميع الاشقاء المغاربه وداخل الوطن وخارج الوطن وعلى جميع المسلمين والدول العربيه الاسلاميه. حياك الله وتحيه كبيره من اخوكم الاسير حرب. 21 سنه في تندوف، 21 سنه وشهرين و10 ايام و8 ساعات اللي فوتناها في جحيم تندوف. بلاتي خويا جمال، بلاتي خويا جلال، ما نزربش عليك السي محمد. دابا انت راك مقيم في وجده. انا ولد البلاد صاحبي. لا راك مقيم، يعني كنقول لك راك مقيم في وجده بالضبط. اذا غتتاحنا فرصه ان شاء الله نتقهوا وغادي نتلاقاو ان شاء الله الرحمن. مرحبا. ولكن دابا ندخل في الموضوع. اذا غادي تقدم لنا نفسك وعرفنا بنفسك وغير بشويه باش نفهموا فين يعني شحال خديت ديال الاسر وفين وقع نسميو القاء القبض ولا الاعتقال ولا الاشتباك ولا كذا، ونهضروا عاوتاني كذلك على ظروف الاعتقال والمعاناه ديالكم. تفضل خويا جلال. نعم كما قلت انت ما نطولوش شويه في الحديث، وهذا الخطر تابعنا المقابله ديال شبيبه القبائل والوداد البيضاوي، وهذا غادي نتكلموا واحد شويه، وهذا وابري راه المجال مفتوح ان شاء الله. المجال مفتوح ومفتوح للنقاش ومفتوح لجميع المغاربه يسولوا كما بغاو اي سؤال يطرحوا علينا احنا في الاستماع ديالهم. وهذا اي سؤال جاهم يعني يطرحوه نجاوبوهم، ويشهد الله على الاجوبه تكون صريحه وتكون ديال الواقع كما عشنا في المناطق ديال الجحيم ديال تندوف بالجزائر وفي قصر البخاري بالجزائر العاصمه. يعني السجون الفرنسيه اللي كانت خلاتها تمايا في الجزائر في قصر البخاري. يعني كيفاش الاسرى الحرب المغاربه دوزوا الاسرى بعد ما كنا حنايا كنقولوا اخواننا الجزائريين شعب واحد. وكما قال سيدنا محمد السادس حفظه الله الجزائري والمغاربه توأمان. يعني كاينه النسوبيه وكاينه الاخوان وكاينه كاينه واحد الفئه اللي مازال الحمد لله واحد الفئه قليله من الاخوه الجزائريين الله يعمر لهم الدار. واحد الفئه قليله اللي فاهمين الامور كيفاش كتمشى وهذا، وبعقلهم كبير وعندهم علاقه طيبه مع اخوانهم المغاربه وهذا، ولا يؤثر عليهم ما يقال على حسب الجنرالات وعلى حسب النظام العسكري اللي كاين في الجزائر. مع الاسف الشديد يعني احنا عشرناهم بزاف وعرفناهم كيفاش دايرين ودوزنا معاناه. انا كجندي مغربي تاثرت في الصحراء المغربيه، وكما كنقولوا دائما الحروب هذا ما تخلف اما الاسر او الموت او لي يعني او الجراح في الجسم من كل طرفين. الحرب يعني كتكون كتمشى ماشي بالطوماطيش ولا ببطاطا ولا بالبصله الا بليبال وبالرصاص وبالقرطاس. يعني على كل حال انا كجندي مغربي ولد مدينه وجده، يعني دوزت واحد المرحله انتقاليه في الحياه ديالي وكنفتخر براسي على جندي مغربي، وكندافع على الوحده الترابيه المغربيه، وكندافع على العائلات ديالي واخواتاتي والاسره المغربيه كامله كندافع. يعني على كل حال وقتاش سقط اسير في يد العدو؟ دخلت في المعارك في 79 وطحت اسير في 85 بعد ما كانت عندي 7 سنوات ديال ليكسبيريونس ديال القتال، كانك في روسيا مع اوكرانيا، وحنا اكثر بكثير. نعم. وفين كان الاسير؟ فين كان؟ في تيشلا في اوسرد في الحدود الموريتانيه المغربيه. نعم. كان الاسر في تيشلا اوسرد. شحال كان ديك الساعه في عمرك؟ كانت عندي 25 سنه في العمر ديالي. كنت مزوج؟ لا كنت شاب، كنت 25 سنه، كنت سيدي باطير عزري. كان الاخر ديالي الكامل كنت مكونسونطري غير على السلاح ديالي وعلى الدفاع عن الوحده الترابيه. لا خاطر منين دخلنا لوسط الصحراء المغربيه لقيناها مجلطه بالمرتزقه. عرفت كي لقيناها دايره؟ لقيناها مجلطه بالمرتزقه يعني. وكيفاش غادي نكتشفوا هاد المرتزقه شكون هما بالضبط، والجنسيات ديالهم شكون هما. هو منين طحت اسير عندهم وشفتهم 20 عام و21 عام وانا تما، وبديت كنكتشف. يعني كبرت تما في السجون ديالهم،
وهنا بديت كنعرف شكون هما هادو المرتزقه اللي الشعب الجزائري مسكين لا غالب الله عليه، يعني ما عارف والو في هاد الحوايج. والله العظيم نقسم لك بيمين الله يا الشعب الجزائري والله ما عارف والو، راه غير كيتبع بزاف ديال الناس الاخوه الجزائريين اللي غير تابعين المغالطات، غير غاديين مع المغالطات، ما عارفينش الامور الحقيقيه كيفاش كاينه، ما عارفينش والله العظيم. والله مزيان اسمح لي، مزيان من ذكرت الجزائريين ما عارفين والو، وراهم معنا جزائريين، معنا جزائريين راهم مرحبا بهم. والبارح صادفت واحد جزائري كان معنا نقاش، وحتى اليوم راه طالب باش يطلع، غير كنوجه له التحيه وكنعتذر له اليوم، لانه انا عندي توجه اليوم الحلقه خاصه، ممكن انني نستضيفه في حلقه مقبله ان شاء الله نكملوا معاه النقاش، خاصه النقاش البارح كان معاه كان هادئ. اذا ماذا بنا انهم مزيان هذه الكلمات، تبع اخويا جلال كلامك وفهمنا مزيان. مرحبا وحده مرحبا. يعني كما قلت لك هنايا الاخوه الجزائريين غير ما فاهمينش الامور على حقيقتها، وتابعين غير الكلام وغير غاديين وصافي. قبض لي لي زونسيان ديال الناس الجزائريين القدماء اللي شويه ديال السبعينات والثمانينات وكيعرفوا الامور. انا سجين، تصور انا سجين استاذ كريم، انا سجين في الزنزانه وكنشوف بوليزارو كيفاش كيتكرفسوا على جزائري واحد كيردوا الواحد على كيردوا الواحد. عندهم جوج موازنه، لا جابوهم جوج شباب جزائريين متخرجين في كوازنيه، هما متخرجين عندهم ديبلوم ديال كوزيني، وجابوهم يديروهم كوازنيه عند بعض الاطور ديال بوليزاريو في المخيمات ديال تيندوف. وتصور انا يا في السجن وكنشوف كيفاش كيديروا لهم بوليزاريو الدرك ديال بوليزاريو، كيفاش كيدير للشباب جزائريين بالعصا، كيفاش كيدير. والجزائريين يعني واحد فيهم حاول ما امكن باش يتشجع ويترجل، وقلت لهم في ارضنا وديروا لي هكا، جبتوني نشتغل عندكم كوزيني وديروا لي هذا، ضربوني قالوا له ينعل بي امك، اسم ارضك هذه تيندوف، رحنا صافي احنا هذه راه ديالنا، هذه صافي احنا راه ولات ديالنا هذه. وصعوا عليهم واحد التكرف يصوبوهم بشر ديال السيلونات، وانا اللي كنعطيهم الماكله لدوك الجزائريين مساكن الشباب ولاد قسنطينه، شباب عندهم 25 عام 26 عام. وملي بقيت كنسولهم وهذا، لخاطر انا في ديك المرحله كنت كندير كوزيني عند دوك الناس هذوك، كنطيب لهم الماكله وكنعطي في السيلونات، كنعطي لهذوك الجزائريين مساكن ياكلوا. كنقول لهم كيفاش انتم جزائريين ولا بوليزاريو؟ كيقولوا لي يا خويا احنا جزائريين. وعرفتهم براسي وقلت لهم انا راني مغربي، انا راني بريزوني مغربي، جو سوي سولدا ماروكان وراني بريزوني هنايا. قالوا لي لقينا فيك الخير انت اللي مغربي وراك محبوس، وما لقيناه في هاد الناس اللي جابونا هنا نخدموا معاهم، شوف كيفاش راك يكرفصوا علينا ويعذبوا فينا. وهذا قلت لهم غير تكملوا، غير تخرجوا من هاد السيلونات، سيروا دخلوا الوطن ديالكم، سيروا دخلوا، يعني ما عندكم ما غادي ديروا، يعني هذا هو ما عندكم ما غادي، يعني شفت شي مراحل افشكال اودي استاذ الكريم. والله العظيم انا دوزت 21 عام وشهر و10 ايام و8 ساعات بالتدقيق، بالحساب بالتدقيق. اخر دقيقه كانت عندي بعد ما قالوا لي الامريكيين، قالوا لي عندكم 8 ديال الساعات ان شاء الله ستكونوا في المغرب، ان شاء الله ستكونوا في المغرب. وكان قرار امريكي من البريزيدون ديال الولايات المتحده الامريكيه، والطيران اللي غادي يجيبني من تيندوف من السيلونات طيران امريكي. شحال هذه من تقلا صراحك؟ شحال هذه؟ جيت في 2006 استاذ الكريم، جيت في 2006 وما حنايا رحنا كنا تما بالمؤبد. ولكن اللي نقول لخويا محمد ويسمعونا الاخوه الجزائريين، والله الا لقينا الخير في بعض الاخوان مساكن جزائريين اللي هما من المناطق الغربيه وديال الجزائر، اللي كانوا شوافريه ديال الشاحنات اللي كيجيبوا المواد الغذائيه، وحنا هما الحماله، حنا هما يد العامله اللي كنهبطوا ديك المواد الغذائيه، وممنوع عليك تاكل امبوط ديال كارني دو بوف ولا شي حاجه بحال هكا، ممنوع عليك. يعني نباتوا ليل كامل والنهار كامل وحنا نديشارجيو ونشارجيو في المواد الغذائيه، وما يرحموناش كتعيشوا داك الحرمان، كتشوفوا الخير قدامكم وكتهزوه ما تقدرش، ممنوع عليك الا مشيت تحل شي بواطه ولا تاكل شي ولا شي حاجه كوفريطه ولا شي حاجه، غتاكل بالكابلي، غتاكل في الظهر ديالك العصا مزيان. وهذا
واللي كان انا اللي كنعترف به، انا كنعترف به من بعض الاخوه الجزائريين اللي كانوا شوافريه مساكن شوافريه كما نقولوا حنايا زواله، كيجيبوا الشاحنات وهذا، ومن كيكونوا واقفين كيقولوا لنا شوفوا اخوان المغاربه والله العظيم كنحطوا اللقمه في كرشنا، حتى كنقولوا لوليداتنا يا ودي راه الاخوه المغاربه مساكن راهم يتعذبوا واحد العذاب اليم في تندوف، راكم كتبقاو فينا والله غالب ما عندنا ما نديروا، راه حنا غير بحالنا بحالكم، راه لا غالب انا راني غير زواولي، انا راني غير خدام على راسي وشيفور خدام في الشركه وكنجيب المواد الغذائيه، ولكن ملي كنشوف هذه الحاله ديالكم والله العظيم الا راه مخي كيوقف، راه ما كان زعما مغاربه وخوتنا وحبابنا ودمنا مشروك وهذا، ولكن هادشي اللي كيدار فيكم راه حسبنا الله ونعم الوكيل في هاد الناس هادو، ما عمر ربي يأيد هذا المنكر، هذا المنكر اللي راه كيديروه فيكم عمر الله تبارك وتعالى ولا يأيدو، وداكشي اللي كاين هذا باش قلت لك بعض الجزائريين الاخوه الجزائريين اللي غالطين بزاف وغير تابعين فين ما مالت الكفه يمشيو معاها، ولكن لو كانوا يعرفوا الحقائق وهذا غادي يرجعوا للصواب وغادي يقول لك وي كاينه نعترف. معليش حنا نساهموا نبينوا لهم الحقيقه، ما كاين باس. علاش حنا ما ننكروش؟ وعلاش انا ما ننكرش؟ علاش انا ما ننكرش اللي دار فيا الخير؟ علاش انا ما ننكرش يجيني سائق جزائري مسكين يحط الكاميو ديالو وحنا نبداو نديشارجيو ويحل الباب ديال الكاميو ديالو ويجبد الطريف ديال الخبز ويجبد في حول التشينا ويعطيها لي غير بالتخابعيه، يقول لي عندك يشوفوك راه الا شافوك غادي يضربوك وغادي يسبوني حتى انا، غادي يمرضيوني وغادي يرونديو بيا وغادي يقدروا يحيدوني من التشافريات هذه. كيقول لك غادي نعطيك مخبعه وراني ما كندير اللقمه في داري مع وليداتي حتى كنحكي لهم هذه القصه اللي راني كنشوفها، ولكن عرفت كي كنا دايرين ولا صاحبي، راه كي كنا دايرين ولا كي داروا لنا دوك الناس، ولا راه حنا كنا بحال دوك اهل الكهف، اللحيه قداش والشلاغم قداش والشعر مشعكك والصيبان والقمله قد الظفر، واحد الكارثه كنا فيها، واحد الكارثه هم كبار والضفار حتى هما كبار طوال الضفار، قلت لك كنا بحال اهل الكهف كنا، وهادشي باوامر ديال المسؤول، الضفارين كبار ومسخين ومني تشوفنا تقول غير هداو حشومه عيب حشومه، انا راني بريزوني عندك، خاصك تعطيني غير حقي، عرفت استاذ الكريم والله العظيم. شوف والله العظيم شاهد عليا ربي، شوفوا راه حنا في العواشر ورمضان الا من يدخلوا علينا مستشارين البيض الابيض، دخلوا علينا البريزون ديال تندوف، يقولوا له مركز محمد با الشيخ، راه يسمعوا دابا، راه كيسمعوا فيا بوليزاريو كيعرفوني مزيان، انا غير كيشوفوني يعرفوني مليح، يعرفوا جلال اكرم الخضر كبرت معاهم، غير يشوفوني يعرفوني مزيان، ومع كنت دز في القناه ديال دوزيم كنت ندوز واحد الشريط ديالي وبقاو كيصيفطوا في الاخر، كلشي كيعرفني بوليزاريو كامل كيعرفوني الخضر كبرت. الان ما يمكنلكش تدوز بالصوت والصوره، ما يمكنش. لا ما راني في موقع اللي ما يسمحليش الظروف باش ندوز بالصوره، ولكن وعد مني ان شاء الله مره اخرى غادي نكون بالصوره والصوت وهذا. مرحبا سي جلال تفضل. قلت لك من يدخلوا علينا مستشارين ديال البيت الابيض، دخلوا علينا 5 ديال الجنرالات امريكيين مستشارين في البيت الابيض، دخلوا علينا للزنازين وشافونا قالوا لنا واش نتوما بشريه ديال القرن 13 ولا بشريه ديال القرن 21 فيكم؟ وهما يتكلموا باللغه العربيه الفصحى ويتكلموا بالانجليزيه ويتكلموا، هادو مستشارين يعني ناس كبار ديال البيت الابيض. قلنا لهم ودي احنا مغاربه، احنا دي ميليتير، قالوا لنا فوقاش وقع الاسره ديالكم؟ قلنا لهم اللي 25 عام هنا 27 عام داروا يديهم فوق رصانهم. والغريب في الامر قالوا لنا استاذ الكريم نتق واحد فيهم قال لنا انايا دوزت 8 سنين بريزوني في حرب الفيتنام، ولكن ما داروليش الفيتناميين هكذا، ما داروليش الطريقه هذه اللي راني كنشوفها فيكم نتوما كعرب ومسلمين وشمال افريقيا وتصوموا رمضان والنبي ديالكم محمد، ولكن هذه الطريقه اللي كنشوف هذا اسلامي يدير. قال لك حنا ما نقدروش نديروا حتى الحيوانات نديروا لهم هذه الطريقه هذا، وحلفنا بالله. الشعب الجزائري اسمع، يا الشعب الجزائري سمعوا مزيان، عمروا راسكم، عمروا الحقيقه تفضل. والله العظيم يعني مازال انا مازال يعني هذا راه عندي الصيدي لاصق لي في الراس، يعني امريكيين كيقول لك بحال هذه الهضره هذا، وقلنا له والله قالنا اقسم لكم يا لو كنتوا عندنا في غوانت انامو بالله العظيم والله ما تكونوا هكا، عندكم الطبيب ديالكم مره في الاسبوع
تاكلوا الليمون 2 خطرات في الاسبوع، الدوش ديالكم، الحمام ديالكم، الحلاقه، كل شيء يكون متوفر لكم، كل شيء يكون متوفر لكم. على ان تكون ارهابي ونقبضك وتكون في غوانتانامو اسير، ما نديرولكش، ما تكونش ما نديرولكش هذا العذاب. قلنا لهم وما خاف كان اعظم. منين حيدنا لهم الكسوه ديالنا، حيدنا لهم اللباس ديالنا وشافوا لحمنا، كل واحد جبد المشوار ديالو وبقى يمسح عينيه بالدمعات. كان هذا أعزائي المشاهدين هو كل ما لدينا في هذا الفيديو. إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا دعم صفحتنا على الفيسبوك صفحة أخبار الساعة، وذلك بمتابعة الصفحة والإعجاب بالفيديو. ودمتم في أمان الله.